وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. اللي مش بيصلي بقى مش بيضيع عليه أجر كبير وتطهير كتير ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. اللي مش بيصلي ايه؟ كافر. لا لا لا، استنى بس، استنى، ده في خلاف. ده بيقول لك ايه؟ ممكن يكون كافر ومش كافر. يعني هو اللي مش بيصلي كافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهو كفر. كفر بقى ده كفر دون كفر ولا كفر يخرج من الملة؟ ده موضوع تاني. إنما هو عمل كفر. بعض أهل العلم قال إن هو إيه؟ كفر يخرج من الملة. طيب بعض أهل العلم قال إن هو كفر دون كفر، يعني فسق. طيب سؤال، مين اللي صح؟ دول بيقولوا ان دول صح ودول بيقولوا ان هم صح، يعني كل واحد شايف ان هو اللي صح. طب يوم القيامة مين اللي صح؟ لو طلع ان اللي ما بيصليش حكمه بجد ان هو كافر كفر مخرج من الملة، هيروح فين؟ سيدخل النار يخلد فيها. لو راح لقى ايه؟ قال لك الحمد لله ربنا اكرمنا، رحنا لقينا اللي ما بيصليش ده كفر وايه؟ كفر دون كفر. تفتكر ربنا سبحانه وتعالى بجد جعل للفساق تاركي الصلاة في الآخرة أعد لهم إيه؟ أين منزلتك؟ أين ستكون؟ مع من؟ دور أنت كده فين؟ فهو بيجازف بآخرته بالكامل. لازم تفهم ده، لازم تفهم ده. أمر الصلاة أمر عظيم.